السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أمطر النادي الأهلي شباك ضيفه الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي لحساب المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري نايل. بدأ الشوط الأول بضغط من جانب المارد الأحمر لإحراز هدف مبكر يربك به حسابات الفريق السكندري، وهو ما كاد أن يتحقق في الدقيقة 17 من تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن. وفي الدقيقة 26 احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء للأهلي بعد إعاقة من هشام صلاح لمحاولة مرور عمر كمال بيسار منطقة الجزاء قبل أن يضعها أسامة أبو علي بنجاح في شباك المهدي سليمان. وعزز المغربي رضا سليم تقدم شياطين الجزيرة في الدقيقة 32 من عمر المباراة من تسديدة بباطن القدم اليسرى على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى. بعدها تراجع الاتحاد وكثف الأهلي ضغطه مما أسفر عن هدف ثالث للأحمر من تصويبة لا ترد ولا تصد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد بثلاثية على حساب الاتحاد السكندري. بدأ الشوط الثاني بضغط من الفريق السكندري في محاولة منه لاستعادة التوازن وخطف هدف تقليص الفارق، وكان له ما أراد في الدقيقة 59 من كرة عرضية من أحمد عادل من جهة اليمين وقابلها بنيامين بيوتنج بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى. وفي الدقيقة 63 تحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء ثانية في المباراة بعد إعاقة من مصطفى إبراهيم لمحاولة مرور كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء ترجمها كهربا بنجاح في الدقيقة 65. بعدها تفنن اللاعب الأحمر في إضاعة الأهداف المحققة، وفي الدقيقة 88 تعرض الأنجولي كريستوفو مابولو لطرد مباشر بعد تدخل عنيف على رامي ربيعة قبل أن ينتهي شوط المباراة الثاني بفوز النادي الأهلي على حساب الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف. وبذلك الفوز واصل النادي الأهلي صحوته المحلية واستمر في حملة الزحف نحو قمة الدوري المصري بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 30 نقطة محتلا المركز السابع بعد خوض 14 مباراة فقط في الموسم الحالي، بينما سيد البلد فتجمد رصيده عند النقطة 32 من 21 مباراة وضعته في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري. مليون مبروك للنادي الأهلي ولجماهيره